بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة تقريبا 2:30 صباحا، يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026. أنا الفيديو ده هتكلم فيه بمناسبة مرور 23 سنة على مقال كتبته في مجلة اسمها السلام العربي بشكل دراسة تحليلية تحت عنوان كيف نطور فكر الإنسان. هو كان في يونيو 2003. في يونيو 2003 هي بس لو تنفع تبان قوي اهو. المقال على صفحتين، هيك بس تبان اسم عادل الجندي. المقال كان على كده، كان المقال قايم دراسة تحليلية عن سبب مشاكلنا في كل القطاعات ايه هي. ودايما نقول ان التشخيص الصواب هو نص العلاج. التشخيص الموضوعي بعيد عن الناس الحافظة مش فاهمة، بحيث بعيد عن الناس اللي دايما تقرر الحلول النمطية وتشخص بناء عليها، بعيد عن الناس المعلبة. فكانت توصلت ان فعلا هي الإدارة في كل القطاعات هي السبب الإخفاق، هي سبب الفشل. قد تكون نفس المقاومات في شركة، في نادي، مؤسسة، دولة، مهما كان الكيان، والفاشل يدور على شماعات، والمطبلطية والمصلحجية يدوروا على شماعات على اساس يقول لك الراجل ده عبقري، بس اصل الظروف، اصل كذا. هي نفس المقاومات لو اتغيرت الإدارة وجت إدارة تانية بنفس المتاح تحقق لك إنجاز ونقلة نوعية رهيبة. وإحنا لنا يمكن أمثال بنشوفها كده ودايما بنستدل بيها ونقعد نقول يعني أهو نماذج أهي وأمثلة أهي. كانت نموذج شركة اسمها إكسترا للإلكترونيات السعودية، استعانت وغيرت الإدارة. كانت دايما بتحقق خسائر 50 مليون ريال وأكتر، يزيد ويقل، إلى أن استبدلت الإدارة وقالت تعالى هي نفس المقاومات، وبالعكس في وضع أسوأ لأنها بتحقق خسائر وحاجات زي كده. فجابت حد وخلته رئيس تنفيذي، كان مصري بالمصادفة، وأتذكره اسمه محمد تقريبا، المهندس أو اللي هو كان رئيس تنفيذي، محمد جلال. انا عرفته او سواء شفت قصته او شفت اما العربيه بيزنس استضافته، لانه كان تقريبا اعلى دخل حققه رئيس تنفيذي في المملكه العربيه، وكان حصل قلق وازاي ودي ياخد ملايين واكتر من 100 وحاجه مليون ريال. اكتشفنا ان الراجل ده اما جه كان مسك المؤسسه او الشركه بتحقق خسائر سنويه 50 مليون، حول الخسائر 50 مليون لدخل وارباح 500 مليون. ودي نتج عنه ان اصبح دخله اعلى دخل رئيس تنفيذي، لانه خد من نتائج الاعمال، يعني ما كانش عبء. وهكذا يعني احنا بندي نماذج، هي نفس الشركه نفس المقاومات اللي كانت بتحقق خسائر، وتلاقي كان اللي مع المدير ولا اللي كان مع رئيس التنفيذي عمال يطبلوا الظروف اصلي مش عارف ايه عشان يستمر. اما اتغيرت الاداره جت ناس حققت الانجاز بنفس الظروف. فكر كله اللي انا بقول دايما فرق كبير جدا بين الاداره المحترفه، ودايما الاداره المحترفه اللي يبقى تحت التقييم. انا ضد فكره المطلق، لو حقق انجاز كبير جدا اللي انا اديله كل الصلاحيات، لابد ان يكون كله تحت التقييم. وهنا هتيجي مفهوم الوعي والمؤسسيه، لان كل حد بيبقى ليه، حتى لو كان
يعني بقول مستقيم، الظروف اللي بتبقى حواليه والافاقين والمصلحجيه واللي بيقعدوا يوهموا يحولوا له الحاجه ان انت قديس، انت ما فيش احسن منك، عشان بينهبوا وبيفسدوا. لان انا عاوز اديك السلطه المطلقه. السلطه المطلقه مفسده مطلقه مهما كان الناجح. يعني انا بقول دايما التقييم المستمر، الموضوعيه، الوعي. نوادي كانت بتحقق خسائر وما تحققش بطولات وانفاقها رهيب جدا، اتغيرت الاداره او بدات تفكر بمنهج جديده. وعندنا نموذج زي باريس سان جيرمان، اما بداوا يغيروا الاداره الفنيه رغم ان كانوا يملكوا كل النجوم ومش قادرين يحققوا بطولات، اما غيروا الاداره الفنيه وبدا يعتمد بسياسه جديده، حقق البطولات. ممكن حقق بطولتين اللي هما بطوله اوروبا اللي كان تقريبا ما فيش اتحققت قبل كده عندهم. خلاص الامر الوعي، الاداره الاحترافيه، والمحاسبه والتقييم المستمر. انا كان الفيديو ده اللي انا قلت بمناسبه اللي مرور 23 سنه على المقال، وللاسف ما زلت الواحد بيشوف في نوادي، شركات، مؤسسات، الافاقين اللي بيدافعوا عن ادارات فاشله علشان تستمر، ويحاولوا يدوا السلطه المطلقه اللي محدش حاسبها، ودايما يدوروا على شماعات، وتبقى الاخفاق من اخفاق من اخفاق. لان مفيش محاسبه، مفيش وعي، مفيش تقييم موضوعي، ودي بيدي اخفاق لاخفاق. والنتائج للاسف يا ريت بتقف على الشركه، قد تدي انطباعات سلبيه على الدوله، تدي انطباعات سلبيه على المواطنين. فهنا انا هحاول بقدر الامكان في الفيديوهات القادمه هندي نماذج حتى الناس تقدر تستوعب. انا دايما لما بقول تخصصي في مجال فكر التسويق، حل مشاكل، تحقيق اهداف، دعم اتخاذ قرار، الناس في الاخر عاوزه تشوف حاجه. مثلا تيجي تقول لك انا عاوز اشوف نماذج، فهنبدا ندي سواء في الرياضه، الشركات، قطاع سياحي، نشوف نماذج وراها السوشيال ميديا والبروباجندا ويوهموك وسفه في المصاريف، لان مفيش حساب، وبعدين تلاقي نتائج زيرو. تستغرب فين الناس دي، وتلاقي مثلا في ظروف مفيش اريحيه، مفيش ملاءه ماديه عشان يبقى فيها المفسده. احنا دايما نقول الشركات الخاصه والعائليه بتعمل هيكله وحوكمه. شركات عائليه يعني فلوسهم دقيقهم، او اللي بيقول بالطريقه المصريه زيتهم في دقيقهم، يعني عمليه مع بعض. ورغم كده يجي يقول لك نعمل هيكله وحوكمه حتى المحافظه على الحقوق. ما بالك بقى اما يكون نوادي او حاجه يعني ملكيه عامه، شركات، مؤسسات، والعمليه سداح مداح وخسائر وسفه في المصاريف في ظروف يكون صعبه جدا. ثم نبدا نشوف اللي بيدافعوا واللي بيبرروا اصل الظروف، اصل كذا، اصل كذا. كل ده يرجع بسبب عدم وجود تقييم موضوعي، وعدم وجود وعي وإتاحة المجال لفكرة السلطة المطلقة، ثم التبرير المقيت، ثم اللي احنا بنقول عليها البيئة المحيطة اللي هي تعمل عملية الرأي الأوحد أو العقلية الموجهة. كل ده بيدي فشل، ومن فشل لفشل انهيار. فاحنا يا ريت ناخد نماذج اللي احنا ذكرناها زي محمد جلال، وهكذا في نماذج اخرى وفي ناس متفوقه، وبان الناس الفاشله اللي ممكن بتحقق خسائر ودمار واخفاق رهيب جدا، لكن حواليهم البطانه او الايد الغليظه اللي تيجي تقول لك ايه بالعافيه، يعني بلا منطق، لا ده احسن حد، الظروف اصل كذا اصل كذا. فان شاء الله في الفيديوهات القادمه هندي نماذج زي نادي الزمالك، النادي الاهلي، النوادي اللي خسرت زي الاسماعيلي اللي خرج بره، الشركات اللي بتفشل، الشركات اللي بتعمل افلاس، الحاجات زي كده. ثم نبدا نقول فين المشكله، الحل، الادوات بيستخدموا ايه، ونشارك الناس اللي معانا بحيث تبدا تفكر. فكر وقيم ويكون عندك وعي، ولا تترك عقلك وتلغيه لحد
يكون افاق